كوندلريشن، فوز النصر، فوز العالمي. النصر يعلن أول فريق سعودي يتأهل للدورة الثمانية اللي راح تقام الأدوار الشهر القادم في جدة. النصر يضرب الثلاثة كما توقع ملك التوقعات. ملك التوقعات، كنت ملك التوقعات، ملك التوقعات. قلت لكم ملك التوقعات عادل لمستواه بعد توقع الاتحاد والقادسية 1-1. الآن ملك التوقعات يحرق المباراة بالتفصيل، وقلت أتحداه إذا ما فاز النصر. نصر فريق ثقيل فنيا صراحة، الفوارق شاسعة، الفوارق شاسعة. لما أقول لك أن الفرق السعودية بالنسبة لدوري أبطال آسيا تعتبر مع فرق أقل من إمكانياتها صراحة، فرق شاسع. وبالعكس الفرق السعودية راح تتضرر بالاحتكاك مع هذه الفرق الكئيبة والضعيفة. مبروك فوز النصر، فوز سهل، فوز في متعة، في فرجة. حارس النصر ما شفناه، دفاع النصر لم يحدث له اختبار. النصر كان بصراحة اليوم يفوز ب5 و6 و7، بس النصر حاول يلعب بأقل رتم، وين بعض الأنانية في بعض اللعيبة. مبروك النصر، فوز مستحق. وأمس أنا قلتها، رونالدو، النصر في حاجة كرونالدو، واليوم رونالدو يرد ويقول أبشر أبشر يا ملك التوقعات. راح يبشرون جمهور النصر بالفوز. ملك التوقعات ألف مبروك للنصر. النصر ناويها دمار كسر عظام في دوري أبطال آسيا. دوران يا دوران، الله يا دوران. كرة الأرض تدور حول نفسها، والنصر يدور حول دوران. يا أخي لعيب بس لازم يترك الكسل، لأن اللاعب هذا واضح عنده سرعة جبارة، واضح عنده سبرنت مع الكرة مو طبيعي ما شاء الله تبارك الله. اليوم سجل هدفين، يا عيني، وكلها باليمين. اللاعب أشول سجلها باليمين، لاعب متكامل. الهدف الأول باليمين لب أبا، الهدف الثاني باليمين تسديده في شق الحارس، شق. لاعب مكسب كبير، لاعب هذا أنت بالنسبة لي أحد أفضل المهاجمين في العالم، بل بالعكس أنا أعتبره ما راح يبقى مع النصر. أتوقع راح ينافس عليه برشلونة، راح يأخذونه. لاعب هذا لاعب كبير، راح يكون له شأن كبير. أتوقع كولومبيا راح تنافس معه على أدوار متقدمة في كأس العالم. اللاعب هذا مش طبيعي ما شاء الله تبارك الله، بالراس بالقدمين فردات، نسبة تسجيل أهداف عنده عالية. تخيل في كل كورتين هدف. عوض النصر، صح مباراة الذهاب ضيع، بس اليوم أنهى.